متابعي قناة صدر أخبار 24، أهلا بكم في هذا الموجز السريع. وافق الدولي المغربي حكيم زياش مبدئيا لمسؤولي نادي الفتح السعودي على الانضمام لفريق الفتح خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك بعد تسوية وضعيته مع فريقه غالاتا سراي التركي، حيث تشبث الأخير بمتطلباته أو بمستحقاته المالية كاملة، رافضا جميع الاقتراحات الودية التي طالب بها أو قدمها فريق غالاتا سراي، حيث قدر المبلغ الذي طالب به الدولي المغربي حكيم زياش ب 2.9 مليون يورو، والتي تمثل راتبه الشهري لغاية شهر يونيو حزيران القادم. غير أن الفريق التركي يرفض هذا الحل ويطالب زياش بتخفيض مطالبه المالية. ومن جهة أخرى، أعرب حكيم زياش عن مدى انتظاره لفسخ عقده مع غالاتا سراي بفارغ الصبر حتى ينضم لنادي الفتح السعودي في صفقة انتقال حر تمتد إلى نهاية الموسم الجاري. إلى اللقاء.